بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات سنة أولى إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا استمتعتوا بالأجازة بتاعتكم علشان نبدأ مع بعض إن شاء الله منهج أولى إعدادي. طبعا مبروك أولا على نجاحكم في سنة 6 ابتدائي، ودلوقتي بقيتوا في مرحلة جديدة، مرحلة الإعدادية. مرحلة يعني مهمة جدا، وإن شاء الله تكون مليانة بالإنجازات وبالتفوق إن شاء الله. طيب هنبدأ مع بعض إن شاء الله شرح منهج الرياضة سنة أولى إعدادي. والمنهج بتاع الرياضة بتاعنا مكون من 4 وحدات: وحدتين جبر، ووحدة هندسة، ووحدة إحصاء. المنهج بتاعنا قد يكون طويل شوية، أو بالأخص الهندسة طويلة شوية، بس إن شاء الله منهج سهل جدا وجميل جدا. أهم حاجة وأنت بتتابعني يبقى معاك كشكول تسجل فيه أهم الملاحظات، وتحل فيه تمارين. تحاول، يا ريت تحاول تحل التمارين اللي أنا بحلها معاك في الحصة، تحاول تحلها تاني لوحدك، بالإضافة لأن أنا هديك أصلا تمارين أنت تحلها لوحدك في الحصة. فيا ريت تحل معايا كده وتتابع معايا وتركز عشان إن شاء الله نضمن النجاح والتفوق بتاعك. طيب درس النهاردة إن شاء الله هندرس فيه إيه مع بعض؟ درس التناسب. درس عشان خاطر نبدأ نفهمه كده، عايزين الأول نفتكر شوية حاجات أخدناها في سنة 6 ابتدائي، اللي هما كانوا النسبة والمعدل. فاكر انت النسبة والمعدل؟ عايزين نفتكرهم مع بعض تاني النهاردة. وبعد ما ناخد النسبة والمعدل هناخد شوية خواص كده للنسبة، وزي مثلا ازاي نبسط النسبة ويعني ايه نسب متكافئة. وبعد ما نفهم النسب المتكافئة هنخش مباشرة في موضوع درس النهاردة اللي هو التناسب. درس التناسب لما نخش فيه ونتعمق شوية في أفكاره هتكتشف إن هو درس بسيط جدا جدا جدا، ولكن مهم علشان خاطر الدروس اللي بعده، فياريت تركز فيه كويس. طيب بعد ما نخلص الجزئية بتاعت إيه هو التناسب وإزاي بنكون التناسب، هنبدأ ناخد خواص التناسب. خواص التناسب هي خاصية واحدة، اللي هي خاصية الضرب التبادلي. خاصية الضرب التبادلي. وبعد ما ناخد خاصية الضرب التبادلي هنبدأ على طول نشتغل في أفكار جزئية في الدرس اسمها حل التناسب. وحل التناسب جزئية بتعتمد شوية على حل المعادلات مع الخاصية بتاعة الضرب التبادلي. بعد ما نخلص الجزئية بتاعة حل التناسب على طول هيبقى في شوية مسائل تطبيقات حياتية. ومسائل التطبيقات الحياتية اللي على التناسب دي بتكون مسائل لفظية على التناسب، مسائل لفظية واحنا بنحولها لتناسبات وبنحلها. بعد ما ناخد التطبيقات الحياتية على طول هيبقى فاضل معانا تمثيل البياني بس للتناسب. وتمثيله البياني بسيط جدا، انت مش مطالب ان انت ترسمه، ولكن انت بس مطالب تعرف لو قدامك رسمة تعبر عن تناسب ولا لا. اولا كده، مين هي النسبة؟ النسبة كنا اخدناها السنة اللي فاتت، كانت عبارة عن ايه؟ كانت مقارنة بين كميتين من نفس النوع والوحدة. انا بقارن بين حاجتين ليهم نفس النوع وليهم نفس الوحدة. فمثلا بقارن مسافة بمسافة، بقارن زمن بزمن، بقارن كتلة بكتلة. فكده أنا بقارن بين كميتين من نفس النوع، مثلا عدد بعدد 2/3. دي نسبة، كنت انت أخدت بالتفصيل في سنة 6 ابتدائي ايه هي النسبة، وعرفت ان النسبة عبارة عن كسر. زي الكسر اللي قدامي ده، الكسر اللي قدامي اللي اسمه 2/3 ده مثلا، ده بيعبر عن نسبة. نسبة بين العدد 2 والعدد 3. العددين دول ممكن يكونوا بيعبروا عن مسافة أو عن زمن أو عن كتلة. طيب يبقى كده النسبة مقارنة بين كميتين من نفس النوع. طب يعني ايه بقى من نفس الوحدة؟ من نفس الوحدة يعني لو انا مثلا بقارن بين مسافتين، فلو انا بقيس المسافة الاولى بالكيلومتر تبقى المسافة التانية برضو بالكيلومتر. يبقى انا لو هقارن من نفس الوحدة اقارن مثلا كيلومتر بكيلومتر، او اقارن جرام بجرام، وهكذا. يبقى دي كانت النسبة. يبقى النسبة مقارنة بين كميتين، خد بالك من دي كويس، من نفس النوع والوحدة. امال مين بقى المعدل؟ قالك المعدل ده بيكون نسبة برضو، بس بتقارن بين ايه؟ بين كميتين مختلفتين في النوع والوحدة. مختلفين في النوع وفي الايه؟ في الوحدة. اشهر حاجة فيهم مثلا المسائل بتاعت المسافات. لو انا قلت لك واحد اسمه رامي مثلا بيمشي 10 كيلو متر في 5 ساعات، اقدر اكتبها ازاي في صورة نسبة؟ هو مش المعدل عبارة عن نسبة، ونسبة يعني كسر. طب اكتبه ازاي؟ هو بيمشي 10 كيلو متر في 5 ساعات، يبقى هكتب فوق 10 كيلو متر على 5 ساعات. لاحظ ان انا كده بقارن بين حاجتين مختلفين. انا بقارن بين مين ومين؟ بقارن بين مسافة بيمشيها وزمن قطع المسافة دي فيه. فانا بقارن بين نوعين مختلفين اهو. وطبعا طالما الانواع مختلفة
يبقى اكيد الوحدات مختلفة، لان هو كده بيمشي مسافة بالكيلومتر وبيمشي زمن بالساعات. زي مثلا مثال تاني اقول لك واحدة اسمها ملك بتذاكر 8 صفحات في الساعة، فاقدر اكتبها بالمنظر ده 8 صفحات على 1 ساعة، فده اسمه معدل. ليه؟ علشان بقارن بين كميتين من نوعين مختلفين ووحداتهم برضو مختلفة. طب انا دلوقتي لو اديت لك نسبة وعاوز اعرف ازاي اكتبها، تعالى كده نشوف مع بعض. يجي يقول لي مثلا في مثال: لدى احمد 5 تفاحات و6 برتقالات. احمد معاه 5 تفاحات و6 برتقالات، عاوزنا نكتب له النسبة بين عدد البرتقالات الى عدد التفاحات، وعايزين نكتبها بثلاث طرق مختلفة. ركز معايا كويس. انا قلت لك مين الاول؟ انا قلت لك الاول البرتقالات. النسبة ليها 3 طرق في الكتابة. الطريقة الأولى إن أنا أكتب بالعربي اللي بنلاقي فيها كلمة إلى دي، فأنا طبعا لو هكتب بالعربي هكتب من اليمين للشمال وأراعي الترتيب. فعندي طالما أنا قلت لك في الأول عاوز عدد البرتقالات، هما كام برتقانة؟ 6 برتقانات، يبقى أكتب 6 الأول أهو على اليمين. وأنا بكتب في الصورة اللي فيها باللغة العربية دي اللي فيها كلمة إلى باللغة العربية ببدأ من اليمين، كتبت ال6 الأول. بعد كده قال لي إلى عدد التفاحات، التفاحات 5 تفاحات، يبقى اكتب هنا ال5. يبقى أنا كده كتبت 6 إلى 5، بقرأها من اليمين للشمال. اللي على اليمين ده بيكون أول حاجة، واللي على الشمال بيكون تاني حاجة، ده في الصورة العربية. اللي على اليمين أو أول حاجة كنا بنسميها السنة اللي فاتت الحد الأول أو مقدم النسبة، واللي على الشمال كانت بتبقى الحد الثاني أو تالي النسبة. طب ده أول حاجة معايا، إزاي أكتبها بالصورة العربية. طب تاني واحدة بقى الصورة الكسرية، نسبة في الأساس هي كسر. لو أنا هكتبها في صورة كسر بكتبها إزاي؟ بسط على مقام. البسط اللي فوق أكتب فيه الحاجة اللي اتقالت الأول. قال لي عدد البرتقالات الأول، يبقى هكتب المرة دي ال6 فوق. وقال لي عدد التفاحات تاني حاجة، يبقى هكتب تحت ال5 تفاحات، يبقى 6 على 5. طب تالت طريقة، الطريقة اللي فيها النقطتين دول بقى، دي كان اسمها الصورة الرياضية. طيب الصورة الرياضية دي بنكتبها ازاي؟ في الصورة الرياضية احنا عندنا الرياضة خلاص من دلوقتي بنكتبها من الشمال لليمين، فانا هكتب من الشمال لليمين. قال البرتقالات الاول، يبقى اكتب ال6 برتقالات في الشمال. بعدها هكتب ال5 تفاحات في اليمين، تبقى اسمها 6 إلى 5. دي برضو النقطتين برضو بنقرأهم إلى. أنا بقرأ النقطتين دول إلى، بس هنا شغال من الشمال لليمين، فبنراعي الترتيب. بيبقى اللي على الشمال ده الحد الأول أو مقدم النسبة، واللي على اليمين هنا بيكون الحد الثاني أو تالي النسبة. لكن في الصورة اللي باللغة العربية دي، قلنا في الصورة اللي باللغة العربية اللي بنقول فيها كلمة إلى دي، بيبقى اللي على اليمين هو الحد الأول واللي على الشمال هو الحد الثاني. طيب كلام جميل جدا. نخش بعد كده على جزئية تبسيط النسبة. ايه تبسيط النسبة دي؟ انا علشان خاطر ابسط نسبة او ابسط كسر، بيكون بكل اختصار ان انا بحط الكسر ده في ابسط صورة. طيب انا علشان خاطر احط الكسر في ابسط صورة بعمل ايه؟ ركز كده. بقسم على عين ميم الف. فاكر عين ميم الف العامل المشترك الاكبر؟ ده بيكون اكبر عدد البسط والمقام بتوعي ينفع يتقسموا عليه. فمثلا لو جيت ابص على المثال الاول ده 15 على 20، عايز احط ال15 على 20 دي في ابسط صورة. فانا مثلا ال15 بتقبل القسمة على 5، وال20 برضو بتقبل القسمة على 5، فهاجي دلوقتي هقسمهم هما الاتنين على 5. لو جيت قسمت ال15 على ال5 تديني 3. طب لو جيت قسمت ال20 على ال5 هتديني 4، فبقت النسبة الجديدة اللي معايا هي 3 على 4. يبقى انا كده اختصرت النسبة الاولى. طب تعالى نشوف تاني واحدة. تاني واحدة بيقول لي 8 إلى 12. 8 إلى 12 دي عايز اختصرها. طبعا هنا ناخد بالنا ان ال8 هو الحد الأول وال12 هو الحد التاني. أنا عشان اختصرها، مين العين ميم ألف هنا؟ ايه أكبر عدد ينفع يتقسموا عليه؟ ال8 وال12 ينفع يتقسموا على 4 وينفع يتقسموا على 2. طب أنا هاخد ال4 ولا ال2؟ هاخد الكبير طبعا، هاخد ال4. يبقى انا هنا هقسم ال8 وال12 نقسمهم على 4. فلو جيت قسمت ال8 على 4 يطلع فيها 2، ولو جيت قسمت ال12 على 4 فيها 3، تبقى 2 إلى 3. يبقى انا كده حطيت النسبتين دول في ابسط صورة. طيب انا دلوقتي لما انا اختصرت النسب دول، مش انا كده بقى معايا كسر؟ الكسر ده هو اختصار للكسر الاولاني.
طب ما هو الكسرين دول كده بيساووا بعض في القيمة، وده اللي احنا اخدناه السنة اللي فاتت كان اسمه النسب المتكافئة. مين النسب المتكافئة دي؟ هي كسور بيكون ليها نفس القيمة لما بنختصرها. كسور لما بختصرها بتديني نفس القيمة. طب تعالوا كده نشوف المثالين اللي قدامنا دول. معايا اول مثال بيقول لي 3 على 5 بتساوي 6 على 10. عايز اعرف دول نسب متكافئة ولا لا. ابص للتلاتة وللستة. دلوقتي التلاتة علشان خاطر تبقى ستة، ايه اللي حصل فيها؟ التلاتة عشان تبقى ستة تتضرب في 2. طب الخمسة والعشرة، الخمسة عشان تبقى 10 برضو تتضرب في 2. مش كده البسط والمقام اتضربوا في 2 فادوني 6 على 10؟ يبقى انا كده فعلا ال6 على 10 دي نسبة مكافأة لل3 على 5. طب يا مستر انا عايز افهم بطريقة تانية. اقول لك حاضر. ايه رأيك لو مسكنا النسبة اللي اسمها 6 على 10 دي اختصرناها؟ تعالى كده نجرب نختصرها. دلوقتي لو جيت قسمت الستة والعشرة، ايه العامل المشترك الأكبر ليهم؟ هما الاتنين ينفع يتقسموا على 2، فهنقسمهم على الاتنين. 6 على الاتنين هتدينا 3، و10 على الاتنين هتدينا 5، فبقت 3 على 5. ايه ده؟ ده كده بقت بعد الاختصار ادتني النسبة الأولانية اللي هي 3 على 5. يبقى دول كده اسمهم نسب متكافئة. طب تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها مديني 1 على 3 بتساوي نقط على نقط. هنا بقى أنا عايزك أنت اللي تجيب لي نسبة مكافأة للنسبة 1 على 3. أنا عشان أجيب نسب مكافأة يا إما بضرب يا إما بقسم. هنا الواحد والتلاتة يعني أعداد قليلة ما فيهاش اسم، أضرب في أي حاجة أنا عايزها. عايز تضربهم في 2، تضربهم في 3، في 5، في 10، في أي حاجة عادي جدا. تعالوا مثلا نضربهم في 3. لو ضربت 1 في 3 ب3، ولو ضربت 3 في 3 ب9، فأصبح 1 على 3 بتساوي 3 على 9. يبقى دول كده اسمهم نسب متكافئة. طيب شايف بقى يا بطل النسب المتكافئة دي اللي أنا رجعت لك عليها اللي أنت أصلا خدتها في سنة 6 ابتدائي؟ هي دي أصلا التناسب اللي احنا هندرسه النهاردة. طب تعالى نشوف ازاي. طيب ايه هو بقى التناسب؟ قالك التناسب هو تساوي نسبتين أو تساوي معدلين على الأقل. تساوي نسبتين أو تساوي معدلين على الأقل. إيه ده؟ لو في نسبتين بيساوي بعض اللي هما كسرين يعني، أو معدلين بيساوي بعض، يبقى ده اسمه تناسب. يعني هو الكسور المتكافئة. نقدر نقول إن هو الكسور أو النسب المتكافئة. طيب تعالى كده شوف ازاي تساوي نسبتين. لو أنا معايا النسبة اللي اسمها 2 على 3 بتساوي النسبة اللي اسمها 4 على 6. بص كده، النسبة 2 على 3 بتساوي النسبة اللي اسمها 4 على 6. هما الاتنين بيساوي بعض. فعلا يا مستر، لأن الاتنين لو ضربتها في 2 تدينا 4، والتلاتة لو ضربتها في 2 هتدينا 6. يبقى دول كسور متكافئة. فطالما دول كسور أو نسب متكافئة يبقى ده اسمه تناسب. طب تعالى نشوف في تساوي المعدلين. لو أنا عندي معدل واحد بيمشي بعربية 30 كيلو متر في ساعة، فكده اكيد لو هو بيمشي 30 كيلو في الساعة يبقى في الساعتين هيمشي 60 كيلو. يبقى 30 كيلو متر على ساعة هي 60 كيلو متر على ساعتين. فانا عندي هنا دول معدلين متساويين. فطالما عندي هنا معدلين متساويين يبقى ده برضو اسمه تناسب. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين او معدلين على الاقل. طب انا دلوقتي عرفت خلاص ان الاتنين على 3 بتساوي 4 على 6، وان دول كده بقوا نسبتين متساويتين، فده اسمه تناسب. اقدر كده اكتب او اعبر عن التناسب ده، او ازاي اكتب الاعداد دي في صورة تناسب غير كسر بيساوي كسر؟ قالك ممكن اكتبهم من الشمال لليمين كده. اقول له ان انا عندي الكميات 2 و3 و4 و6 كميات متناسبة. اقدر اقول له ان دول اسمهم كميات ايه؟ متناسبة. 2 و3 و4 و6 من الشمال لليمين بالطريقة دي. طب هنا برضو اقدر اكتب نفس الكلام. اقدر اقول له ان الكميات 60 و2 و30 و1 برضو اقول له ان دول كميات ايه؟ متناسبة. طيب جميل جدا. طب ما انا ممكن ادي لك سؤال وادي لك شوية كميات واقول لك اكتبهم لي انت في صورة تناسب. ازاي يعني؟ يعني انا اديهم لك مكتوبين بالمنظر ده كده وانت تحولهم لصورة الكسور دي. تعال نشوف مثلا المثال الاولاني ده. بيقول لي عبر عن الاعداد التالية 3 و5 و6 و10 في صورة تناسب. بكل بساطة انا بشتغل من الشمال لليمين. بقول الاول على التاني بيساوي التالت على الرابع.
فأنا عشان أعبر عن دول في صورة تناسب هقول له الأول على التاني، الأول اللي هو 3 على التاني 5 تساوي التالت على الرابع، عندك التالت 6 والرابع 10. فأنا كده قدرت أعبر له عن الأعداد دي في صورة تناسب. تعالى بقى نبدأ دلوقتي نفهم إيه هي خاصية الضرب التبادلي دي وبنستخدمها في إيه. طيب، خاصية الضرب التبادلي باختصار بتقول لي إيه؟ بتقول لي في أي تناسب يكون حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. إيه الكلام الغريب ده؟ يعني إيه طرفين ويعني إيه وسطين؟ تعالى نفهم بمثال. لو أنا قلت لك إذا كان A على B يساوي C على D، أنت إزاي بتقرأها؟ مش أنت بتقرأ من الشمال بتقول لي A على B يساوي C على D؟ مش أول حاجة أنت قرأتها A، وتاني حاجة قرأتها B، وتالت حاجة قرأتها C، ورابع حاجة قرأتها D؟ أي أول حاجة وآخر حاجة دول اسمهم الطرفين اللي على الأطراف يعني. أما الاتنين اللي في النص تاني حاجة وتالت حاجة دول اسمهم الوسطين. فأقدر أقول له إن أنا طالما عندي ده تناسب أهو، أقدر أقول له إن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني أقدر أقول له إن ال A في D الطرفين A أضربها في D هو نفس الناتج لو ضربت ال B في ال C اللي هما الوسطين. طب تعالى نشوف الكلام ده بمثال. لو أنا دلوقتي عندي تناسب، عندي النسبة 3 على 5 بتساوي النسبة 6 على 10. 3 على 5 تساوي 6 على 10. تعالى كده نشوف الكلام دوت مظبوط ولا لأ. أنا هعمل إيه؟ هستعمل طريقة المقص. ركز كده، مش أنا هعمل لك فوق هنا مقص بالأصفر أهو، إحنا هنشتغل بنفس الطريقة دي. طب طريقة المقص دي بتعمل إيه؟ هضرب الطرفين في بعض وهضرب الوسطين في بعض. تعالى كده نشوف. دلوقتي لما أجي أضرب الطرفين اللي معايا هما 3 وال10. تعالى نضرب الطرفين 3 في 10 هتساوي كام؟ هتساوي 30. انت دلوقتي في سنة أولى إعدادي ينفع خلاص تستخدم الآلة، مسموح بيها خلاص. طيب تعالى نضرب الوسطين بقى في بعض. الوسطين اللي هما 5 في 6، هنضرب 5 في 6 هتديني برضو 30. ايه ده؟ هو مش ضرب الطرفين طلع ب30 وضرب الوسطين برضو ب30؟ يبقى فعلا الكميات دي كميات متناسبة. ودي طريقة أنا بستخدمها عشان أعرف الكميات اللي قدامي كميات متناسبة ولا لأ. فيجي لي مثلا في مثال يقول لي هل الكميات 2 و3 و6 و9 متناسبة أم لا؟ أنا علشان أعرف الكميات دي متناسبة أو لأ هعمل إيه؟ هضرب الطرفين في بعض وهضرب الوسطين في بعض. طب إحنا هنا مش أول حاجة قرأناها 2 بعدين 3 بعدين 6 بعدين 9؟ يبقى كده أول حاجة وآخر حاجة هما دول الطرفين، والاتنين اللي في النص 3 وال6 هما دول الوسطين. تعالى كده اضرب الطرفين 2 في 9 تدينا 18، واضرب الوسطين 3 في 6 برضو تدينا 18. كده فعلا حاصل ضرب الطرفين قد حاصل ضرب الوسطين، وبالتالي يبقى الكميات دي فعلا كميات متناسبة. تعالوا نشوف كمان شوية أمثلة. فعندي هنا مثال أو عندي 3 أمثلة هنا بيقول لي بين هل أزواج النسب التالية تكون تناسب أم لا. أول واحدة 5 على 6 و15 على 18. أنا عايز أعرف هل الكسرين دول أو النسبتين دول يكونوا تناسب ولا لأ. أنا علشان خاطر أعرف بكل بساطة بعمل إيه؟ هستعمل طريقة المقص. هضرب الطرفين في بعض واضرب الوسطين في بعض. فتعالى كده نشوف ضرب الطرفين. لو أنا هضرب الطرفين هضرب 5 في 18. 5 في 18 هتدينا 90. طب تعالى نضرب الوسطين في بعض. الوسطين اللي هما 6 وال15. لما تضرب 6 في 15 بالآلة برضو هتديلك 90. مش كده فعلا لقيت حاصل ضرب الطرفين قد حاصل ضرب الوسطين؟ يبقى كده النسبتين دول فعلا بيكونوا تناسب. طب تعالى نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي 3 على 4 و6 على 10. هعمل ايه؟ برضو هعمل نفس الطريقة. هضرب الطرفين في بعض وهضرب الوسطين في بعض، طريقة المقص. فدلوقتي لما اضرب الطرفين هنضرب 3 في 10. 3 في 10 بكام؟ ب30. بعد كده هضرب الوسطين، هنضرب 4 في 6. 4 في 6 ب24. هل 30 تساوي 24؟ لا طبعا، وبالتالي النسب دي مش بتكون تناسب. يبقى هنا الكميات دي ليست متناسبة أو أزواج النسب دي ليست متناسبة. طب تعالى نشوف تالت مسألة. تالت مسألة بيقول لي 1.2 على 3 و6 على 15. هعمل ايه هنا؟ برضو هعمل مقص. هضرب الطرفين في بعض وهضرب الوسطين في بعض. طيب تعالى نشوف.
هنضرب دلوقتي 1.2 نضربها في 15 بالآلة الحاسبة على طول تديلك 18. بعد كده هضرب التلاتة في 6 برضو ب18. كده فعلا ضرب الطرفين ب18 وضرب الوسطين ب18، يبقى فعلا الكميات دي بتكون تناسب. تعال نشوف المسألتين دول كمان. عندي هنا بيقول لي أول واحدة 6 و7 و12 و14، عايز أعرف الكميات دي بتمثل تناسب ولا لأ. هضرب الطرفين في بعض اللي هما الستة وال14، وبعد كده هضرب الوسطين في بعض اللي هما السبعة و12. تعال نضرب الطرفين. هنضرب الستة في 14، 6 في 14 بكام؟ ب84. طب تعالى نضرب الوسطين في بعض. هنضرب السبعة في 12، 7 في 12 بكام؟ برضو ب84. كده حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الكميات دي بتمثل تناسب. اقدر اكتبها له كده، تمثل تناسبا. طيب نخش في المسألة التانية. بيقول لي 16 و12 و4 و5. هعمل ايه؟ هضرب الطرفين في بعض وهضرب الوسطين في بعض. لما اجي اضرب الطرفين اللي هما 16 نضربها في 5، 16 في 5 تدينا 80. طب نضرب الوسطين في بعض. هنضرب ال12 في 4 تدينا 48. هل ال80 قد ال48؟ لا، وبالتالي هنا ضرب الطرفين مش بيساوي ضرب الوسطين، يبقى الكميات دي اقدر اقول له لا تمثل تناسب. ايه هو بقى حل التناسب؟ حل التناسب ده يمكن اهم موضوع النهارده نتكلم فيه في الجزئيه بتاع درس التناسب ده. اهم حاجه فيه النهارده يعني نركز عليها كويس اوي ونحل عليها كتير، هي جزئيه حل التناسب دي. حل التناسب معناه ايجاد قيمه المجهول في التناسب. ايجاد قيمه المجهول في التناسب. طب تعالى نشوف المجهول اللي هو الرمز. هتلاقيني بديلك تناسب واحد الحدود حاطط لك مكانها رمز او نقط، وعاوزك انت تجيب لي بقى الحد ده المفروض يبقى بكام. الفكره بتاعته بسيطه جدا وليها اكتر من طريقه حل، طرق انت خدتها قبل كده في ابتدائي وطرق بتاعت النهارده بقى. تعال نشوف اول مثال. بيقول لي 6 على 8 بتساوي 12 على اكس، والرمز اكس ده ممكن يكون اي رمز تاني عادي جدا. انا دلوقتي عشان احل التناسب ده اعمل ايه؟ ازاي اعرف الاكس دي بكام؟ بكل بساطه عشان اعرف الاكس دي بكام ممكن استعمل الطريقه اللي احنا اخدناها السنه اللي فاتت في 6 ابتدائي، ان انا اشوف ايه اللي حصل في البسط واعمل زيه في المقام. فهنا الستة علشان تبقى 12، مش الستة عشان تبقى 12 تتضرب في 2. يبقى خلاص المقام اللي تحت هو كمان اضربه في الاتنين، فلما اضرب ال8 في 2 تبقى 16. يبقى كده الاكس دي المفروض تساوي 16. طب دي طريقة. طب ايه تاني طريقة تاني؟ ركز كده معايا. مش انا لسه واخد قاعدة بتقول لي ان حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين في اي تناسب؟ فانا لو ضربت الستة في اكس نفس الناتج لو ضربت التمانية في 12. طب تعالى كده نطبق الكلام ده. تعالى نضرب الطرفين 6 في اكس، 6 في اكس هتدينا 6 اكس تساوي، اضرب الوسطين في بعض 8 في 12 ب96. جميل جدا. بعد كده دي بقى اسمها معادلة. فاكر ازاي كنا بنحل المعادلة؟ حل المعادلة كان بسيط جدا. لو معايا الاكس جنبها عدد هي في الاساس مضروبة فيه، بعمل عكس العملية مش اكتر. مش هي مضروبة في 6 نقسم على 6. يبقى عشان اعرف الاكس بكام لوحدها، بص انا بغنيها كده، عاوز اكس لوحدها اقسم على اللي جنبها، بشرط ان اللي جنبها ده ما يبقاش زائد او ناقص، ما تبقاش 6 زائد اكس او اكس زائد 6، لا. يبقى انا هنا عشان اجيب اكس لوحدها هقسم على اللي جنبها، يبقى اقول له الاكس بتساوي 96 على 6 بالآلة تقول لك 16. يبقى دي كمان طريقة. يبقى انا كده عندي طريقتين حسبت بيهم الاكس هنا. اول طريقة عن طريق على طول ان انا شفت ايه اللي حصل في البسط فعملت زيه في المقام هنا، فطلعت معايا الاكس بتساوي 16. طب ايه الطريقة التانية؟ عن طريق المقص. طب هل فيها مستر طريقة تالتة؟ الطريقة التالتة طريقة المقص المختصر بقى. ايه طريقة المقص المختصر ده؟ هو المقص ينفع اختصر فيها مستر؟ ينفع اختصر فيه. ازاي بقى؟ عشان انا معايا هنا النسبتين 6 على 8 بتساوي 12 على اكس، وانا عاوز اعرف الاكس اللي انت عاوزها اكتبها لوحدها. فانا هقول له انا عاوز الاكس، هقول له الاكس لوحدها بتساوي واشد شرطة كسر. طب بعد كده هعمل ايه؟ دلوقتي الاكس مش المقص بتاعها الاكس رايحة للستة؟ اللي هي رايحة له اكتبه تحت في المقام. طب والعددين بقى الباقيين دول اللي هم ال8 وال12 اللي قصاد بعض اضربهم في بعض فوق، يبقى فوق 8 في ال12. 8 في 12 زي ما حسبناها من شوية ب96، وهنقسمهم على 6 فهتطلع الاكس بتساوي 16. دي طريقة تانية بحسب بيها الاكس. يبقى انا كده معايا 3 طرق بحسب بيهم،
وانا بفضل الطريقة التالتة بتاعت المقص المختصر دي، لان هي هتساعدك في مسائل كتير ان انت تحلها بسرعة. طب تعالى كده نشوف تاني مثال مع بعض. تاني مثال بيقول لي a إلى 4 بتساوي 9 إلى 12. عاوزين نحل التناسب ده. أنا عاوز أعرف ال a المفروض قيمتها تبقى كام. أول خطوة تعملها في المسألة دي حولهم لكسور. فأنا عندي a إلى 4 معناها a على 4 تساوي 9 إلى 12 معناها 9 على 12. طب بعد كده هعمل ايه؟ هستعمل طريقة المقص على طول. اضرب الطرفين في بعض والوسطين في بعض، او يلا بقى نحلها بطريقة المقص المختصر. انا عاوز اعرف الايه بكام، فهقول له ايه بتساوي واشد شرطة كسر. بعد كده اللي قصاد ايه في المقص ال 12، فهكتب ال 12 تحت. طب والعددين الباقيين الاربعة والتسعة اضربهم في بعض فوق. عندي 4 في 9 بكام؟ ب36. وعندي تحت ال 12 36 على ال 12 بالآلة تقولك ب3. يبقى أنا كده عرفت هنا إن ال A بتساوي 3. تالت واحدة بيقول لي 5 على X بتساوي 2. إيه ده يا مستر؟ ده نسبة بتساوي عدد. عملها إزاي دي؟ عادي جدا. هو مش العدد اللي اسمه 2 ده ينفع نخليه كسر عن طريق إن أنا أحط له مقام واحد؟ فبقت 5 على X بتساوي 2 على 1. وهعمل برضو المقص بتاعي عادي جدا. هضرب الطرفين في بعض واضرب الوسطين في بعض، فهتبقى اكس اللي انا عاوز اعرفها بتساوي مين؟ قصادها في المقص الاتنين، يبقى هكتب تحت الاتنين. وعندي الخمسة والواحد يتضربوا في بعض فوق. 5 في 1 ب5. 5 على الاتنين تدينا 2.5. هي تبقى 2.5 كده عادي. عاوز تكتبها 5 على 2 عادي جدا. طب تعالى نشوف امثلة تاني برضو نأكد على الفهم. عندي سؤال رقم 4 بيقول لي إذا كانت 2 و10 وإكس و5 كميات متناسبة فإن إكس بتساوي نقط. طيب مش هو قالك يا ابني إن دول كميات متناسبة؟ طب أنا أعمل إيه كده يا مستر؟ أحولها لصورة كسرين بيساوي بعض. مش إحنا قلنا عشان نخليها كسرين بيساوي بعض بقول الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع؟ يبقى أنا طالما الكميات دي متناسبة هقول له إن الاتنين على 10 بتساوي إكس على 5. طب بعد كده هقوم عامل المقص بتاعي ويبقى مقصك مختصر بقى. اتعلم بقى ان انت تعمل مقص مختصر. انا عاوز دلوقتي اعرف الاكس بكام. هقول له اكس بتساوي واشد شرطة كسر. الاكس قصادها في المقص بتاعها 10 يبقى 10 تتكتب في المقام. طب والاتنين والخمسة يتكتبوا فوق، يبقى فوق هنكتب 2 في 5. عندي 2 في 5 بكام؟ ب10. وعندي تحت المقام فيه 10. 10 على 10 فيها كام؟ 1. يبقى كده انا وصلت لان الاكس بتساوي 1. كده احنا قدرنا في المثال ده نجيب اكس. تعالى بقى نشوف افكار تانية مهمة جدا 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 وركز فيها يا رب تفهمها ان شاء الله. عندي سؤال رقم 5 بيقول لي 1 على 3 تساوي 2 على b زائد 1. انا المرة دي في حل التناسب ده عاوز اعرف البي دي بكام. بس البي مش جاية لوحدها، دي جاية بي زائد 1. طب يا مستر لو هي جاية جنبها حاجة اعمل ايه؟ اتعامل مع الحاجتين دول كأنهم حاجة واحدة لحد ما تعرف قيمتهم بكام. بعد كده هتحلها زي ما بنحل المعادلة. ازاي برضو يا مستر؟ انا مش فاهم حاجة. ركز معايا كده. احنا هنحلها ازاي اصلا؟ احنا اتفقنا ان احنا بنحلها بالمقص. طب تعالى كده نحلها بالمقص. مش انا عاوز اعرف البي زائد 1 تساوي كام؟ يا مستر بشد شرطة كسر. بعدين مين اللي قصاد بي زائد 1؟ الواحد تتكتب تحت. طب والعددين 2 و3 يتضربوا فوق. 2 في 3 ب6. 6 على 1 بتساوي 6. احنا كده يا مستر وصلنا لايه؟ وصلنا لان بي زائد 1 تساوي 6. طب انا عاوز بي بس، عاوز البي لوحدها. لا استنى، سامعك اللي قلت نقسم على اللي جنبها. مش انا قلت لك بنقسم على اللي جنبها لو مفيش زائد او ناقص؟ طب لو في زائد او ناقص بنحل بعكس العملية. مش احنا متفقين بنحل المعادلات بعكس العملية؟ لو لقيت زائد تروح الناحية التانية ناقص، ولو لقيت ناقص بتروح الناحية التانية زائد. يبقى الزائد 1 دي هجيبها هنا ناقص 1. فهتبقى البي لوحدها بتساوي 6. الزائد 1 تجيلها تبقى ناقص 1. ف6 ناقص 1 بكام؟ ب5. يبقى انا كده عرفت ان البي بتساوي 5. وكده قدرت احلها بكل بساطة. يبقى كانت ايه الفكرة هنا؟ ان البي جاي جنبها عدد، مفيش مشكلة. هتعامل معاهم هما الاتنين كأنهم حاجة واحدة واحسبهم مع بعض بكام. بعد ما احسبهم اشتغل بعكس العملية. لو في زائد بوديها الناحية التانية ناقص، ولو في ناقص بوديها الناحية التانية زائد. طيب تعالى نشوف الكلام ده ونأكد عليه في مثال رقم 6. عندي هنا في مثال رقم 6 هعمل نفس الكلام بالظبط. ازاي يعني يا مستر؟ هنعمل المقص بتاعنا عادي جدا.
طب دلوقتي لما انا اجي اعمل مقص انا عايز اجيب اكس ناقص 2 بكام، فاشد شرطة كسر، وعندي الاكس ناقص 2 قصادها 15، يبقى تحت ال15 موجودة. طب في مين اللي هيتكتب فوق؟ الخمسة وال21 يتضربوا فوق، 5 في 21. تقدر تحسب كل ده بالآلة عادي جدا، وممكن تحسبهم واحدة واحدة. 5 في 21 ب105، وعندي تحت 15. كده يبقى معايا اكس ناقص 2 تساوي 105 على ال15. لما تحسب ال105 على ال15 هتديلك 7. طيب بعد كده وصلت لان اكس ناقص 2 بتساوي 7، قلنا نعمل عكس العملية. عكس العملية مش انا عندي اكس ناقص 2؟ يبقى الناقص 2 دي هوديها الناحية التانية هنا تبقى زائد 2. انت افهمها بالبديهة كده، اكس ناقص 2 يعني عدد نقصت منه 2 اداني 7. مين اللي انا لو نقصت منه 2 يديني 7؟ التسعة، وبالتالي يبقى الاكس دي بتساوي 9. لو هشتغل بعكس العملية زي ما قلت لك هقول له اكس بتساوي ادي السبعة والناقص 2 تجي لها زائد 2، 7 زائد 2 ب9. فاحنا كده قدرنا نفهم افكار مسائل مختلفة على حل التناسب. تعال نكمل برضو على حل التناسب. عندي مثال رقم 7 بيقول لي 5x على 6 تساوي 30 على 18. عاوز اعرف الاكس بكام. قلنا نشتغل بطريقة المقص. 5x نضربها في 18 تساوي 6 في 30، او نشتغل بالمقص المختصر افضل. هقول له ايه؟ هقول له 5x تساوي اللي انا عاوزها اهي، الحد بتاعها كله بيساوي، اشد شرطة كسر. 5x قصادها 18 يبقى اكتب تحت ال18. طب فوق في مين؟ فوق هنكتب ال6 في 30. ممكن احسب كل ده على الآلة مرة واحدة، وممكن تحسب براحتك عادي واحدة واحدة. 6 في 30، 6 في 30 تدينا 180، وعندي تحت 18. 180 على ال18 تدينا 10. يبقى احنا كده عرفنا ان ال5x تساوي 10. طب انا عاوز اعرف x لوحدها بكام. هقسم هنا على اللي جنبها جدع، لان مفيش زائد او ناقص. يبقى انا هنا عشان اعرف x لوحدها بكام هقسم على اللي جنبها اللي هي ال5، فهقول x لوحدها هتساوي 10 على ال5 تساوي 2. جميل جدا، مفيهاش اي مشكلة. طب تعال نشوف المسألة التامنة، ودي مسألة موجودة في التمارين بتاعت كتاب المدرسة، ومسألة جميلة جدا وليها طرق حل كتير قوي. هو هنا بيقول لك 12 على نقط بيساوي نقط على 15. ده هو جايب لك الطرفين وعايزك انت تجيب له الوسطين. طب مش احنا في قاعدة الضرب التبادلي عارفين ان حاصل ضرب الطرفين المفروض يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ طب تعالى كده نضرب الطرفين في بعض. انا هنا هضرب الطرفين. لما اضرب الطرفين انا هضرب 12 في 15. 12 في 15 تساوي 180. دول ضرب الطرفين ادالي 180. طب انا عاوز بقى الوسطين. هو مش انت كده عاوز في الوسطين عددين لو ضربتهم في بعض يبقى الناتج 180؟ طب ما سهلة جدا. ازاي يعني يا مستر؟ هات اي عددين ضربهم 180. مثلا ممكن تقول 1 في 180. ايه ده صح يا مستر؟ يا حبيبي عادي جدا. ممكن تقول له 10 في 18. ممكن تقول له زي اللي احنا لسه حليناها في مثال رقم 7 دي 6 في 30، وهكذا. اي حاجتين ضربهم 180، وتكتب الاتنين بالتبادل مكان النقط دول عادي جدا، مش هتفرق مين يتكتب فين. يعني مثلا لو انا اخترت تاني واحدة اللي هي 10 في 18، فاقدر اكتب هنا مثلا ال10 وهنا ال18. او تقدر تعمل العكس عادي جدا، ممكن تكتب هنا ال18 وتكتب هنا ال10. ونفس الكلام لو انت اخترت 1 في 180 مش هتفرق تكتب مين فين، وكذلك لو انت هتكتب ال36 برضو مش هتفرق معايا. مثال بسيط جدا وفكرته لذيذة جدا. طب تعال نشوف مثال تاني موجود في كتاب المعاصر، فكرته شبه شوية فكرة السؤال ده. بيقول لي 8 على واي تساوي واي على 2. 8 على واي تساوي واي على 2. ده المرة دي يا مستر مش جايب لي رمز واحد، ده جايب لي رمزين. لا، هو جايب لك رمزين بس هنعتبرهم رمز واحد لان هو نفس الرمز. وفكرة السؤال ده جميلة جدا. انت دلوقتي لو ضربت الطرفين في بعض وضربت الوسطين في بعض، تعالى كده نشوف. مش احنا المفروض اخدنا ان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ لو ضربت الطرفين 8 في 2 هي نفس الناتج بتاع ضرب الوسطين اللي هو واي في واي. طب تعالى كده نضرب 8 في 2 بكام؟ ب16. 16 تساوي واي في واي. يعني ايه واي في واي دي؟ مش واي دي نفس الحاجة؟ يعني حاجة مضروبة في نفسها. ايه الحاجة اللي ضربتها في نفسها تدينا 16؟ الحاجة اللي ضربها في نفسها تديني 16 هي ال4.
وبالتالي طالما 4 في 4 ب16 يبقى كده وصلنا لأن الواي دي بتساوي 4. فكرته لذيذة جدا وجميلة أوي السؤال ده. طب تعالى نشوف بقى سؤال تاني فكرته لذيذة جدا. يقول لي إذا كان إكس على 15 يساوي 2 على 5 فما قيمة إكس زائد 4؟ إيه ده؟ ده مش عاوز الإكس بكام، ده عاوز إكس زائد 4. إكس زائد 4؟ طب ما عادي جدا، مش إحنا دلوقتي لو عرفنا الإكس بكام هو مزود على قيمتها 4 ويبقى هي دي الإكس زائد 4؟ طب إزاي أعرف قيمة الإكس؟ هعمل مقص عادي جدا. إزاي يعني يا مستر؟ هقول له الإكس تساوي واشد شرطة كسر زي ما اتعودنا. الاكس قصادها في المقص 5، يبقى ال5 تتكتب في المقام، وعندي الأعداد الباقية هي ال2 وال15 نضربهم فوق. 2 في 15 ب30، تبقى 30 على 5. 30 على 5 تساوي 6. طب 30 على 5 ب6 يا مستر، احنا كده عرفنا ان الاكس بتساوي 6. هل انا عاوز اعرف الاكس بكام؟ لا، ده انا بقولك عاوز اعرف اكس زائد 4 بكام. طب مش احنا عرفنا ان الاكس دي ب6؟ فبدل ما هي اكس زائد 4 تبقى 6 زائد 4. 6 زائد 4 كام؟ 10. يبقى كده اجابة السؤال ده هي اكس زائد 4 تساوي 10. فكرته جميلة جدا 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 وسؤال ممتع جدا. تعال انت بقى وريني شطارتك وحل انت ال3 اسئلة دول لوحدك. وقف الفيديو، انا هوقف لك الفيديو كده، ثبت لك الصورة هنا 5 ثواني، وانت حل بعد كده شغل فيديو شوف الحل بتاعك. الجزئية اللي بعد كده معانا النهاردة هي تطبيقات حياتية على التناسب أو المسائل الكلامية اللي على التناسب. عشان نعرف نحل المسائل الكلامية لازم من المعلومات اللي هتدالي في السؤال أعرف أكون تناسب، وبعد ما أعرف أكون التناسب ده هبدأ أحله على طول. طب تعالى نشوف مثال. يقول لي في أول مثال تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كيلو متر. ما هي كمية البنزين التي تحتاجها السيارة لقطع مسافة 128 كيلو متر إذا سارت بنفس المعدل؟ طب انا اعمل ايه في النوع ده من الاسئله؟ ركز كده معايا. شو هو قالك بتستخدم السياره دي 5 لترات عشان تمشي 40 كيلو متر؟ اول حاجه قالها لي قال اللترات اللي بتستخدمها علشان تمشي مسافه قد ايه. هو ده النسب اللي انا هكونها بالطريقه دي. هيبقى عندي كسر، فوق بكتب اللترات وتحت بكتب المسافه اللي مشيها. مش هي بتستهلك 5 لترات علشان تمشي مسافة 40 كيلو متر؟ يبقى فوق هنكتب 5 وتحت المسافة اللي هتمشيها 40 كيلو متر. طب ده كده أول نسبة. طب تعالى نشوف النسبة التانية اللي هي هتساويها. بيقول لي ما هي كمية البنزين التي تحتاجها؟ محتاجة كام لتر بنزين علشان تمشي 128 كيلو متر؟ مش المسافة التانية اللي هتمشيها 128 كيلو متر وأنا عاوز أعرف تستخدم فيها كام لتر بنزين؟ اسميه اكس او اي رمز عادي جدا. طب انا دلوقتي كده بقى معايا تناسب شكله 5/40 تساوي اكس على 128. هحله ازاي التناسب ده؟ برضو هحله بطريقة المقص. طب تعالى كده نشوف. ادي الاكس اللي هي كمية البنزين اللي هنحتاجها عشان نمشي 128 كيلو متر هتساوي ايه؟ اعمل شرطة كسر واللي قصادها 40 تتكتب تحت، وفوق هنضرب 5 في 128 على الآلة على طول. 5 في 128 والناتج نقسمه على 40 تطلع لك 16 لتر. يبقى أنا هنا محتاج 16 لتر عشان أقدر أمشي المسافة اللي قدرها 128 كيلو متر. طب تعالى بنفس الطريقة دي نحل المثال اللي بعده. بيقول لي اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيها، فكم تفاحة من نفس النوع يمكن أن يشتريها بمبلغ 105 جنيهات؟ خلاص انت عرفت الفكرة. مش هو مديلك عدد التفاح اللي اشتراه بمبلغ المبلغ اللي دفعه؟ اشترى في الاول قد ايه؟ اشترى في الاول 8 تفاحات ب60 جنيه. طب الكسر التاني النسبة التانية عايزين نعرف يقدر يشتري كام تفاحة بمبلغ 105. المبلغ الجديد اللي معاه 105. عدد التفاحات اللي احنا مش عارفين نسميه اي رمز نسميه ايه مثلا. بعد كده هحل بطريقة المقص. علشان احل بطريقة المقص هقول ايه اللي هو عدد التفاحات اللي هشتريها ب105 جنيه بيساوي واشد شرطة كسر اللي هي قصادها 60 يبقى هكتب تحت 60 وهنضرب ال8 في 105 فوق زي ما اتعلمنا في المقص السريع. حل بالآلة عادي جدا يديلك 14 تفاحة. يبقى هو يقدر يشتري 14 تفاحة
بالمبلغ اللي هو 105 جنيهات. تعال نشوف المثالين دول كمان في المسائل الكلامية. المسألة بيقول لي يزن جسم على الأرض 90 نيوتن إذا علمت أن وزنه على القمر 15 نيوتن. مديلك وزن جسم على الأرض وعلى القمر. طيب جميل جدا. قال لي وزنه على الأرض قد إيه؟ قال لي وزنه على الأرض 90 نيوتن، وعلى القمر قال لي 15 نيوتن. بعد كده بيقول لي فكم يبلغ وزن جسم آخر على القمر إذا كان وزنه على الأرض 60 نيوتن. طب أنا هنا بقى هعمل إيه؟ أكون كمان كسر أهو. بعدين أنا عاوز أعرف وزنه قد إيه على القمر، سميها إكس مثلا. لو كان وزنه على الأرض 60 نيوتن، عادي جدا يا مستر. هعملها بخاصية الضرب التبادلي بالمقص السريع. هقول له الإكس بتساوي، أشد شرطة كسر، اللي قصاد إكس في المقص 90 تتكتب تحت، وفوق هنضرب 15 في 60. 15 في 60 ب900، 900 على 90 فيها 10. يبقى الجسم ده وزنه على القمر 10 نيوتن. يبقى أنا كده عرفت إزاي جبت الوزن بكل بساطة. يبقى في أي مسألة كلامية هكون كسرين. شوف بس قالك مين الأول وراعي الترتيب وأنا بكتب. المسألة اللي بعد كده بيقول لي تقرأ إيمان 10 صفحات في 40 دقيقة، فما الزمن بالساعات الذي تستغرق في قراءة كتاب من 120 صفحة إذا قرأت بنفس المعدل. بنفس الطريقة هنا اداني الأول الصفحات اللي بتقرأها والوقت اللي هي بتقرأ فيه، الزمن اللي بتقرأ فيه قد ايه. فهي في الأول قرأت 10 صفحات في 40 دقيقة، وعاوزين نعرف تاخد وقت قد ايه علشان تقرأ 120 صفحة. عايزين نعرف الزمن تاخده قد ايه، بس عاوز الزمن بالساعات. تعالى كده نشوف هنجيبها ازاي. نعمل المقص الجميل بتاعنا ونقول له على طول الإكس بتساوي شرطة كسر، على طول أضرب 40 في 120 على 10. 40 في 120 على 10 هتديلك 480. هو مش هنا كان بيقيس الزمن بالدقائق؟ يبقى ده 480 دقيقة. يبقى هي تاخد 480 دقيقة في قراءة 120 صفحة. بس لو سبت السؤال وجريت كده ما ينفعش. ليه؟ لأن هو بيقولك فما الزمن بالساعات. أنا عاوز الزمن بالساعات، مش أنت جبتهولي بالدقائق؟ عايزين بقى نحول الدقائق دي لساعات. طب ازاي؟ هي مش الساعة فيها 60 دقيقة؟ الساعة 60 دقيقة يا مستر. طب أنا دلوقتي معايا دقايق وعايز أحول ساعات، معايا الوحدة الصغيرة وعاوز أحول للوحدة الكبيرة. دايما من الصغير للكبير بنقسم، لكن من الكبير للصغير بنضرب. عند الوحدة الصغيرة معايا وعاوز الكبيرة، يبقى أنا هقسم على 60 اللي هي العلاقة اللي ما بينهم. فأنا كده هقدر أقول له إن الإكس بتساوي 480 على 60، فهتدينا 8 ساعات. يبقى هي تقرأ 120 صفحة في 8 ساعات اللي هم 480 دقيقة. يلا بقى يا بطل، وريني بقى انت قدرت تفهم الأمثلة اللي انا شرحتها لك دي، ووريني بقى انت حل المسألتين دول مع نفسك. ثبت الفيديو وحلهم، بعد كده ارجع كمل الفيديو وشوف الحل بتاعك. آخر جزئية معانا في درس النهاردة جزئية التمثيل البياني للتناسب. ازاي برسم او بعبر عن التناسب ده في شكل بياني، وازاي لو هو اداني رسمة فيها شكل بياني اعرف الرسمة دي بتعبر عن تناسب ولا لا. نفهمها بمثال. بيقول لي بيوضح الجدول المقابل عدد قطع البسكويت بكل كيس لعلبة تحتوي على 4 أكياس. مثل العلاقة بين عدد قطع البسكويت وعدد الأكياس، ثم حدد ما إذا كان عدد قطع البسكويت يتناسب مع عدد الأكياس أم لا. هنا بيقول لي عدد الأكياس. الكيس الواحد فيه 6 قطع بسكويت، لو كيسين فيهم 12، لو 3 أكياس فيهم 18، لو 4 أكياس فيهم 24. عاوز أعرف أرسم ده الأول، وعاوز أعرف كمان ده بيعبر عن تناسب ولا لأ. طيب الجزئية الأولانية لو أنا عاوز أرسمه، أنا دلوقتي عايز علاقة بين عدد الأكياس وعدد قطع البسكويت في كل كيس. فأنا مثلا لو أنا هخلي عدد الأكياس على محور إكس، يبقى محور إكس ده هيعبر لي عن عدد الأكياس. رقم عادي 1 2 3 4. ونخلي محور واي ده عدد قطع البسكويت، عدد قطع البسكويت بكل كيس. دلوقتي هما ماشيين بترتيب الأكياس 1 2 3 4، فينفع اخد ترتيب قطع البسكويت عادي جدا، او باخد اول عدد وبكمل عليه.
يعني معايا اول عدد معايا هو 6 قطع بسكويت، وكل مرة ازود 6. 6 تزيد تبقى 12، كمان 6 18، كمان 6 24، وابدأ ارسم. دلوقتي في الكيس فيه 6 قطع، يبقى عند الواحد اطلع لل6، فتبقى دي اول نقطة. الكيسين فيهم 12، يبقى من عند الاتنين هطلع لل12، زي ما انت متعودت خدت الرسم البياني ده في 5 ابتدائي وفي 6 ابتدائي عدته تاني. التلات اكياس عنده فيهم 18 قطعة، والاربع اكياس فيهم 24 قطعة. اجي دلوقتي لو انا جيت اوصلهم ببعض، لو جيت اوصلهم كلهم ببعض، ايه ده؟ لما وصلتهم كلهم ببعض ماشيين على خط مستقيم، والخط المستقيم ده لو انا جيت كملته هتلاقيه بيصل بنقطة الاصل، هتلاقيه على طول. يعني لو انت جيت دلوقتي، تعالى غير اللون مثلا، لو وصلت كده بنقطة الاصل هتلاقيهم كلهم ماشيين على نفس الخط المستقيم. العلاقة دي كده بتمثل تناسب. طب ليه يا مستر؟ اهو انا عرفت منين؟ ازاي من الرسمة اعرف دي بتمثل تناسب ولا لا؟ بكل بساطة لازم النقط اللي هرسمها كلها تكون على نفس الخط المستقيم، والخط المستقيم ده لو مديته يلمس نقطة الاصل. عارفها نقطة الاصل اللي هنا دي؟ لازم هو يلمسها. طيب الشرطين دول موجودين هنا، يبقى ده فعلا بيحقق تناسب. انا كده عرفت ازاي اعرف الرسمة اللي قدامي بتعبر عن تناسب ولا لا. طب هل في طريقة تانية؟ في طريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ ان انت اقسم كده عدد قطع البسكويت على عدد الأكياس. لو جيت تقسم 6 على 1 ب6، لو جيت تقسم 12 على 2 ب6، لو قسمت 18 على 3 6، لو قسمت 24 على 4 برضو ب6. مش كلهم لما انت بتقسم بتديلك نفس الناتج اللي هو 6؟ يبقى فعلا العلاقة دي بتمثل تناسب. طيب يبقى انا دلوقتي كده عرفت على طول شرطين، تعالى كده نكتبهم بطريقة شيك. ايه هما؟ دلوقتي علشان العلاقة بتمثل تناسب او العلاقة تكون علاقة تناسبية لازم شرطين يتحققوا. ايه هما؟ لازم كل النقط بتكون على خط مستقيم واحد، ولازم الخط المستقيم ده يمر بنقطة الاصل. اما لو كانت النقط ما بتبقاش كلها على نفس الخط المستقيم، او على خط منحني بقى، او هي كانت على منحنى، او على خط ما بيمرش بنقطة الاصل، يبقى العلاقة دي مش بتمثل تناسب. تعالى كده نشوف المثال ده، آخر مثال معانا في حصة النهاردة. بيقول لي أي من العلاقات المبينة في كل مما يلي تمثل تناسبا. أول واحدة استحالة طبعا تمثل تناسب. ليه يا مستر؟ ما هي متوصلة بنقطة الأصل اهي. أقول لك بس ده مش خط مستقيم، بص ده عامل ازاي، ده منحنى، يبقى العلاقة دي ما بتمثلش تناسب. طب تعالى نشوف تاني واحدة كده، اهم يا مستر على خط مستقيم زي ما انت ما بتقول. بس الخط ده ما جاش ناحية نقطة الأصل خالص، ما لمسش نقطة الأصل. طالما ما لمسش نقطة الأصل يبقى ده برضو مش بتمثل تناسب. طب تعالى نشوف تالت واحدة، اهو يا مستر بقى ده في كل حاجة. أقول لك جدع، فعلا كل النقط اللي هنا على خط مستقيم، والخط المستقيم ده بيمر بنقطة الأصل، يبقى هي دي اللي بتمثل تناسب. أما تالت واحدة برضو كلهم على خط مستقيم واحد، بس المستقيم ده بص فين بدايته، فين ما بيلمسش نقطة الأصل، يبقى دي مش بتمثل تناسب. أنا كده قدرت أعرف إزاي أحدد التناسب على الرسم البياني. عشان أي علاقة مرسومة تمثل تناسب لازم ينحقق شرطين، إيه هما؟ كل النقط تكون على خط مستقيم واحد، والخط المستقيم ده يكون بيمر بنقطة الأصل. وكده نبقى احنا النهاردة خلصنا أول حصة في منهجكم. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا ريت كده كلنا بقى نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان توصلك على طول الفيديوهات أول بأول. وتابعني إن شاء الله نحل كمان كتاب المعاصر مع بعض، ونحل واجبات من المذكرة بتاعتي مع بعض إن شاء الله في القناة. وأشوفكم إن شاء الله بخير الحلقة الجاية.